الحاجة والتلميذة الرائعة هادي أحمد إسماعيل التي نراها دائما وابدا في كل المنتديات بمصاحبة أستاذنا الحبيب الشاعر الكبير الدكتور أحمد إسماعيل. فنحييه أهلا وسهلا بكم. والآن يصبح الكل بالبرنامج الدكتور أحمد رجب، فليتفضل. كل سنة وهم طيبة، كل سنة وحضراتكم كلكم بخير. أشكر مؤسسة بنت الحجاج الثقافية على اللفتة والرسالة الكريمة منهم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. هي أمي، أيوة أمي، قلب دافي وحضن شادي، نبع صافي من حنان. أمي دايما حتى ألم، روحها عايشة جوه دمي. هي أمي، أيوة أمي، قلب دافي حضن شادي، نبع صافي من حنان. أمي عايشة، أمي دايما حتى ألم، روحها عايشة جوه دمي. حتى من غير أي كلمة هي دايما شايلة همي، أصل أمي دنيتي بلقى وياها الأمان. لو في مرة كنت جايب أي مدة عنها كانت تحط لي برضه نايب أو نصيب من أكلها. حتى لو كانت عز ملك برضه عاشت طبخها، أصل ريحة طبخ أمي كان يجوع من هالجيران. أمي جوه قلب ملكة عايشة وسط الناس كهانة، ذوق وشيك وكمان طعامة، واسم أم الجالية هانت. هي حلوة وروحها حلوة، جوه قلبي أحلى جنوة، صعب تتكرر كمان. هي أمي، أيوة أمي، سكنة روحي سكنة قلبي، مهما صارت مهما غضبت برضه ترجع تاني جنبي. بفتكرها في صلاتي وادعي ليها بحب ربي، تبقى ليا نور حياتي، تبقى ليا صمام أمان. ماشي في الدنيا بدعاها، طالب الجنة برضاها، مهما جيت أو حتى رحت برضه متغطي بسماها. أصل هي أمي أغلى حاجة عندي، بنسى وياها الزمان. أصل أمي قلب دافي حضن شافي، نبع صافي من حنان. أما هو لسه صورته قصاد عينيا، لسه سامع برضه صوته، لسه محفور جوه قلبي، لسه عايش رغم موته. كان أصيل صاحب مبادئ، كان ولا واجب يفوته، كان بيعتز بكرامته واللي يلمسها يسوته. هو أبويا شغلته مهندس زراعي، كان حكم كورة كمان، بس كان لضميره راعي ولا مرة لعهده خان. كان بمعنى الكلمة راجل صعب يتكرر كمان، ده اللي كان سندي وظهري، كان كمان ليا الأمان. هو أبويا رغم إن صوته عالي بس كان مليان حنان. لما كان للناس إيمان يا سلام يا سلام سلم تمام، ولا صوته في الأذان كان جنان، كان يدوي في المكان، كان بيملى القلب راحة، كان بيملاه بالإيمان. هو أبويا يا ما كلني فوق كتافه وعدى بيا المسافات، يا ما علمني في مبادئ كبت منه كتير حاجات. لو قعدنا نحكي عنه نحكي حوادث وروايات، بس أعماله تدلك صعب أصدق إنه مات.
صوت المصري مع الحديث الإذاعي